السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة أخبار المملكة العربية السعودية الأحد، ونبدأها بالعناوين. ضبط 27 مخالفا لنظام البيئة بعدد من مناطق المملكة خلال أسبوع. ضبط إثيوبيين هرب 24 كيلو جراما من القات بعسير. تنفيذ حكم القتل قصاصا بمواطن قتل آخر بأداة حادة. القبض على 10 إثيوبيين ويمنيين لتهريبهم القات وإحباط تهريب كميات من الإنفيتامين والحشيش. جامعة الملك عبد العزيز تؤجل الاختبارات النهائية دعما للأخضر. ضبط مواطن قاد مركبته في موقع غير مخصص للمركبات وعكس اتجاه السير. ضبط مواطن و10 مقيمين مخالفين للبيئة. حرس الحدود بالمدينة المنورة يضبط 3 مخالفين لمزاولة الصيد دون تصريح. القبض على مخالف لتهريبه الإنفيتامين والحشيش. تطبيق الإجراءات النظامية بحق مخالفين لنظام البيئة. وفي التفاصيل، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 27 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع. هذا ونجحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير في القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما 24 كيلو جراما من نبات القات المخدر بمحافظة الفرشة. ووضحت أنه جرى إيقاف الاتهامين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص. هذا وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا بأحد الجنات في منطقة تبوك، فيما يلي نصه: أقدم سلمان بن علي بن سلمان العطوي سعود الجنسية على قتل سامي بن صالح بن سلام البلوي سعود الجنسية، وذلك بطعنه بأداة حادة عدة طعنات أدت إلى وفاته. وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني. هذا وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 51,200 قرص من مادة الإنفيتامين المخدر و13 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر. وقالت الدوريات البرية أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص. هذا وأعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن تعديل مواعيد الاختبارات النهائية المقررة يوم الثلاثاء الموافق 1 ذو الحجة الموافق 16 يونيو 2026، وذلك دعما ومساندة للمنتخب السعودي في مشواره ببطولة كأس العالم 2026. وأوضحت الجامعة أن الاختبارات النهائية المقررة في ذلك اليوم ستبدأ بعد 10:10 صباحا بدلا من مواعيدها المعتادة، بما يتيح للطلاب والطالبات متابعة مشاركة المنتخب الوطني. وأكدت الجامعة أن القرار يأتي في إطار دعمها ومساندتها للمنتخب السعودي خلال مشاركته في كأس العالم. هذا وقبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن ظهر في محتوى مرئي يقود مركبته في موقع غير مخصص للمركبات بأحد الميادين العامة، متسببا في إتلاف أجزاء منه وارتكاب مخالفة عكس اتجاه السير. وكدت أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة. هذا وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقه. وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى 2000 ريال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 40 متنا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبد العزيز الملكية، وطبقت الإجراءات النظامية بحقه. وضبطت القوات الخاصة 10 مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين الباكستانية والإثيوبية لاستغلالهم الرواسف في منطقة الرياض، وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تجريف ونقل التربة، مؤكدة القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن. هذا وضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ومقيما من الجنسية الميانمارية، مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاول الأنشطة البحرية، وذلك لممارستهم الصيد دون تصريح واستخدامهم أدوات صيد محظورة. وطبقت الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ. هذا وألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبه مادتي الإنفيتامين والحشيش المخدرتين بمحافظة ظهران الجنوب، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته لجهات الاختصاص. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات في جميع أنحاء المملكة. وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ. هذا ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة رعي 5 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وفي بقية مناطق المملكة. وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ. انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.